هذه قرية الكرد تقع في ريف اللاذقية الشمالي، وتبعد عن مركز مدينة اللاذقية 45 كيلومتر، وهي قرية تتبع لقرى جبل الأكراد ذات الصبغة الكردية، تتبع إداريا لناحية كنسبة، وتبعد عن بلدة سلمى حوالي 7 كيلومتر، حيث يقطنها حوالي 5000 نسمة، جميعهم من الكرد، وهم مسلمون سنة باستثناء عائلة علوية واحدة وهي عائلة الحطاب. أما العائلات المسلمة الباقية فهي عائلة هاشم والبدري وقسومة والسينو وعبد الله وحسن وحسونة وقرطيش. يعمل أغلب أهل القرية بالزراعة، حيث تشتهر بزراعة شجر الزيتون واللوزيات وأشجار الفاكهة. يوجد بالقرية حي بيت هاشم يضم عائلات هاشم والبدري، ويوجد بالحي عين ماء يسمى العين الصغيرة. يوجد أيضا حي بيت قسومة ويضم بيت قسومة والسينو وحسن وعبد الله وحسونة، وهناك بعض البيوت المتفرقة حول القرية مثل الرواس، الطاروع، الزوايا، قرص، الريحان، الجريفات، رويسة غزال. يوجد في القرية عينا ماء كبيرين. يتوسط القرية أرض تسمى الوطا، بني عليها جامع ومدرسة. تعتبر القرية من أهم المصايف الجبلية ذات الإطلالة الساحرة على الجبال والأحراج وينابيع المياه الوفيرة. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الكرد.